يا مساء كل حاجة حلوة. والله العظيم وشي منكم في الأرض. أنا أسفة حقكم عليا إن أنا اتأخرت عليكم، وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا، بس عشان كنت في الأجازة عند ماما وكده. أنا برضو ما نسيتكوش والله، وصورتلكوا الفيديو ده من هناك من عندها، بس هناك مش بعرف يعني أمنتج، ما بيكونش في وقت للمونتاج والتصوير والحاجات دي، فعرفت أخطف لكم الفيديو ده بس كده ايه على السريع. المهم شكرا قوي لكل كومنتاتكم وكلامكم ومسجاتكم وكل حاجات، ربنا يسعد قلبكم يا رب جميعا، والله العظيم بتفرحوني، فشكرا من كل قلبي. هنا بقى فيديو النهاردة. الفيديو مش يوم واحد، يعني هو فيه كده مقتطفات انا مجمعها لكم في يوم واحد في فيديو واحد. فهنا كنت بعمل الشاي ليا انا وماما نفطر سوا، ورايحين نفطر معايا ناكل معاه القراقيش دي. فالقراقيش دي سادة بيتعمل منها، ممكن نحشيها عجوة، ملبن، الحاجة اللي احنا عايزينها هقول لكم في الفيديو ده مقاديرها وكل حاجة، عذرا عن اللي بيزمر بره ده. هقول لكم مقاديرها وكل حاجة، احنا عملناها في بيت جدي كلنا سوا يعني، وعملناها كذا حجم كده، لان زي ما انتم شايفين في الطبق، لان اول مرة نعملها فكنا بنحاول نجرب انهي حجم اللي هو هيبقى احسن. وتالت حجم من وجهة نظري يعني من على اليمين كده، ده الجزء اليمين ده كان طالع احسن تشكيل فيها يعني، واحسن حاجة طبعا. احلى فطار في الدنيا مع ماما حبيبة قلبي، ربنا يديها الصحة وطولة العمر يا رب. هنا بقى كان ايه القراقيش واحنا بنعملها ازاي هقول لكم. هنا نخلنا الدقيق وحطينا معلقة خميرة اللي كانت في الطبق، دي كيس خميرة فورية، عليه كوباية مية دافية ومعلقتين سكر وغطيناه. لما فارت الخميرة يبقى كده شغالة وتمام، حطيناها في الطبق ده. وبعد كده كل كيلو دقيق عليه كوبايتين سمنة او زيت، انت حرة فيهم. هنا كانوا 3 كيلو، 3 كيلو دقيق كان عليهم 6 كوبايات سمنة وزيت، يعني احنا كنا مشكلينهم سمنة وزيت، ورشة ملح وفانيليا، وكمان ايه كمان وكوباية الخميرة دي، وحوالي كيلو وربع او كيلو ونص لبن. وابتدينا ان احنا الاول نبس كده، الاول ندخل السمنة والزيت في كل حاجة في الدقيق، وكيس بيكنج باودر كمان وبعد ما بسيناها كويس قوي قوي، بصوا كنت ببس انا كمان اهو عشان تعرفوا ان انا شطورة، مش هما اللي بيعملوا لوحدهم عشان تشهدوا بس. وبعد كده بعد ما بسينا بقى كل العجينة وبقت كلها كده السمنة دخلت فيها وكده، ابتدينا بقى ان احنا هنعجن دلوقتي. هننزل اللبن اهو ونبتدي نعجن. عندكم عجان تمام، عجنوا في العجان، بس احنا بقى في بيت جدي فمتفاعلين كده عارفين، ولما ما شاء الله اللهم بارك فيها يا رب ويديمها نعمة، وقاعدين بقى كده عارفين انتوا الاجواء دي. كلموني عن الاجواء دي، كلموني عن اجواء بيت جدكم كده وما شاء الله اللهم بارك، لمة العيلة والحاجات اللي بتعملوها سوا والحاجات دي. ويوم الاجازه بقى فاكرين كده واحنا صغيرين، يوم الخميس، احنا الناس كلها بتقول يوم الجمعه، بس احنا كان عندنا دايما يوم الخميس بعد المدرسه كده، وبالذات اليوم اللي رشا بقى بنت خالتي بتيجي من بيتها فيه عارفين كده في اجواء حلوه قوي، ونتجمع كلنا يوم الخميس وبتاع وكده. فربنا يبارك في البيت ده يا رب، ويبارك فيهم كلهم اللي فاتحينه، وربنا يخلينا لبعض ويسعدكم ويجمعكم انتوا وحبايبكم دايما يا رب، اللهم امين. ويعني عارفين انتوا كل الدعوات الحلوه دي من قلبي ليكوا كلها. هنا برضو كنت جايه بصوا والله العظيم مش بعمل نمره قدامكم وحياة ربنا، بس انا بعجن فعلا قدامكم كده ايه، بشارك معاهم اللحظه معاكم يعني. المهم فضلنا نعجن بقى في العجينه كده كويس قوي قوي قوي، لحد ما لقينا ان هي خلاص اتخدمت كويس واتعجنت حلو وكده جامد جدا. كل ما هتعجنوها حلو كل ما هتطلع بعد ما تستوي مفرغة كده من جوه، وتبقى هشة وطعمها حلو. لو انتوا حابين ان القراقيش تبقى طرية قوي زودوا لبن، لو حابين ان هي تبقى مقرمشة كده وحلوة اعملوا نفس المقدار اللي بقولكوا عليه ده. هنا بقى خلاص بنقرص بقى، بناخد حتت كده نبططها، وبعد كده هنقطعها بالسكينة، وسبناها تخمر وهي متقطعة، يعني بعد ما قطعنا بالسكينة وخلاص ما سبناهاش تخمر بعد العجين. وبصوا بقى اسيا كانت زايطة جدا اليوم ده، فانتوا حاولوا تعملوا الحاجات دي في البيت. اولا طبعا انضف، مش هكلمكم عن النظافة لان طبعا انضف بكتير واوفر، والعيال بقى بتفرح قوي بتتبسط قوي، يعني عارفين بقى نص العجين ده طالع ليهم يلعبوا بيه.
وابتديت اقطع كده بالسكينة، بس سكينة تكون حامية هتعمل معاكم الشكل عادي. بس طبعا الطول ده طلع طويل قوي، فانتوا حاولوا تخلوه طول متوسط وتكون عريضة شوية. ده كان احلى تشكيل حصل فيها. دي كانت اول مرة نعمل القراقيش مع بعض، فكنا بنجرب يعني بنجرب الصغير والطويل والعريض زي ما قلتلكوا. بس بجد المقدار ده طلع حلو قوي ومطلعها طعمها جميل، وطالعه كده زي ما تكون بتاعت بره، بس طبعا انضف كمان. خلصنا كده وابتدينا نحط على السجون كل الكمية بقى. طبعا ما شاء الله كانت كمية كبيرة. وبعد كده بصوا اسيا بتعمل ايه، بصوا شايفين يعني مهموكة قوي في الموضوع. المهم وبعد كده بقى دخلناه يستوي، بظبطه الفرن كده هتلاقوا ان هو بيستوي بيطلع حلو. اهم حاجة بس تظبطوا الفرن، لان احنا برضو كنا محتارين في تظبيطة الفرن. بعد كده بقى ايه، ان انتوا تخلوه ما يبقاش حامي قوي ان هو يحرق الحاجة، وما يبقاش طبعا واطي، يبقى يعني وسط مايل، لان هو يبقى ناره يعني من وسط لعالية، اقل حاجة في العالية لا اكتر حاجة في الوسط، فاهميني ازاي؟ وتفضلوا بقى متابعينه لحد، لان كل فرن ليه طبيعة، وكل فرن حقيقي بيبقى مختلف في تسويته. يعني احنا كنا بنسوي في كذا فرن، كل فرن بيطلع حاجة، فانتوا بقى ايه، هندلوا الدنيا كده من اول تظبيطه، من اول صاج. تمام، تابعوه كده وخليكوا مظبطين النار ومتابعينه. بصوا التسويه دي طلعت تحفه قوي ما شاء الله، اللهم بارك، وكانت حلوه قوي. بصوا بتتكسر بتقرمش وحاجه كده يعني، سقفه لينا والله. كانت حلوه قوي. والاحلى كمان منها اللمه والقعده والحاجات الحمد لله يا رب، الحمد لله. المهم كده خلاص خلصنا القراقيش وخلصناها مع بعض. هيدخل بقى هوريكوا بقى اتغدينا ايه كمان في اليوم ده. اليوم ده اتغدينا كوارع ماما بقى عالمية في الكوارع، بتعملها في حلة الضغط دي. حلة الضغط دي عندها من يوم ما اتجوزت، يعني اللي هو من عمري او اكتر من عمري. فما شاء الله حلوة قوي. بتسوي عشان برضه اقول لكم رأيي فيها. بتسوي فراخ، لحمة، بط، محشي، ممبار، اي حاجة بسرعة جدا، وبتبقى طالعة تحفة وطرية قوي. ماما غسلت الكوارع كويس، وبعدين نقعتها في ليمون ودقيق ومية وملح، نقعة كويسة قوي. وبعد كده حطيتها في حلة الضغط، لوحتها في بصلاية وتوم، وحطيتها بقى، قفلت عليها حلة الضغط وسابتها تعيش مع نفسها. اول ما الحلة بتصفر من الصفيرة اللي انا بوريها لكم دي، بتوطي عليها وبتسيبها لما تستوي بقى شوية كده لحد ما تهدى، وبتقفل عليها. طلعت الكوارع زي الفل ومستوية وتمام. عملت لها على الجنب التاني الحلة اللي كان فيها الطماطم اللي انتوا شايفينها دي، حطت فيها تومة، وطفت التومة بعد ما اتحمرت طفتها بخل. وبعدين حطت الطماطم، ضربنا طماطم في الخلاط وحطيناها، وعليها التوابل. ولما بتتسبك عشان الفتة يعني، بتتسبك وخلاص كده. خدنا بقى الكوارع عملناها في بقسماط وقليناها. وفي ناس بتدخلها الفرن، بس احنا بنحبها مقلية اكتر. وفي ناس بتقلب ببيض وبقسماط. والرز اتعمل، وحمرنا العيش ده برضو في تومة كده جامد. بصوا والله اللهم بارك، ماما يعني والله عالمية في الاكلة دي. حطيت الرز عليه العيش بعد ما يتحمص كده بقى حلو قوي. وبعدين الصلصة بقى دي كده، كنت قاعدة خلاص على السفرة، حطيت بقى الصلصة حلوة قوي قوي. وبعد كده الكوارع بقى. وبصوا والله العظيم جربوها بطريقة ماما، حقيقي عظمة وتحفة. فيا رب اكون عيشتكم كده شوية من الاجواء بتاعتنا في بيت ماما وفي بيت جدي وكده معانا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية تانية كتير. دعواتكم كتير وربنا يسعد قلوبكم. ويلا اشوفكم على خير في فيديوهات جاية تانية كتير، ويلا باي باي.